ازيكم؟ ايه الاخبار؟ اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت الجزء الاول عن المدير الصعب، والمدير اللي بيطلب مني طلبات قبل ما اروح، اللي على طول حاططني اندر ستريس، اللي مش بيحفزني. الكلام الجميل اللي اتكلمنا عليه. كنت سالتكم انتوا اتعاملتوا مع المديرين دول ولا لا؟ تعالوا بقى نتكلم في الجزء الثاني عن بقيه المديرين الصعبين. اول مدير صعب اللي هو على طول عامل نفسه مشغول ومش قادر يسمع حد، على طول مشغول وعايش في دور دايما هو عبده مهم. معلش انا اسف، حضرتك لو على طول مشغول انت عندك مشكله في التايم مانجمنت بتاعك، انت مش عارف تنظم وقتك. انت كمدير او كقائد لازم تسمعني وتحل مشاكلنا وتشوف ايه اللي احنا محتاجينه. لو انت على طول مشغول، لا، حضرتك عندك مشكله كبيره جدا في تنظيم الوقت وتنظيم الاولويات. طب الحاجه التانيه والاتنين اللي جايين بقى حاجه خطيره جدا بصراحه، اللي هو ودانه ما شاء الله عامله زي الانتنه، المدير الودني، اللي هو كلمه توديه وكلمه تجيبه. تخش تتكلم معاه تقنعه على حاجه يكون تمام، يا دوبك تطلع تلاقيه مقلوب عليك وما عندوش كمان روح المواجهه، يعني يا ريته كمان بيواجهك، قلب عليك وخلاص. عشان واحد تاني قاعد يتكلم ويزن في ودنه وقال له اي كلام فصدقه. المنساق دايما ورا كلام الاخرين. النوع الثالث والخطير المدير الضعيف، المدير اللي هو يفتقر المهارات، المعلومات، والذكاء الاجتماعي. ده مشكلته ايه بقى؟ بيخاف من اي حد ممكن يكون يعني عنده شوية مهارات على شوية معلومات يهدد مكانه. المشكلة اللي عند الشخص ده ان هو دايما مش عاوز يطور من نفسه، يفتقر مهارات القيادة، يفتقر مهارات التواصل، يفتقر مهارات كيف ان هو يبني فريق عمل ناجح، ومش عاوز كمان يشتغل على نفسه. فيعمل ايه بقى؟ يحطم اللي معاه. اول ما يشوف موظف شاطر، معلوماته قوية، عنده ثقة في نفسه، تواصل جميل، بيعرف يتعامل مع الأشخاص، عنده مهارات، يعرف يقود ذاته، يعرف يقود الآخرين، يتخض، يقول لك وبعدين ده أنا أخلص عليه قبل ما ياخد مكاني ده. فيفضل يحطم فيه، يا إما من تحت لتحت، وده النوع الأخطر كمان اللي هو الباسيف أجريسيف، أو في وش بقى يتخانق ويزعق ويعمل علشان يطفشك. فده اخطر انواع الناس. فتلاقي دايما ايه؟ يطفش الشاطر ويحب يعين الناس اللي هم مش نافعين في الشغلانه، ولا معلومات ولا مهارات ولا اي حاجه، اهو لما يقول لهم يلا امشوا يمين، حاضر ونعم، عشان هم عارفين ان هم يفتقروا كل شيء. عشان كده في فرق. القائد القوي، المدير القائد، يحب يقول بصوا التيم بتاعي شاطر ازاي. القائد الفاشل هو اللي تلاقي التيم بتاعه كله مش نافع، اخر همه الشغل، اهم حاجة عنده ان هو يفضل محافظ على مكانه في الشركة، والناس كلها اللي معاه تفضل ضعيفة، والدنيا دي شغالة طول ما انا موجود ومرتب شغال، وانا ما احنا مين يجي ياخد مكاني؟ ما كلهم شوية فشلة في الشغل. فهم دول الانواع اللي كنت عايز اتكلم عليها النهاردة. وانا برضو كشريف اتعاملت مع كل النوعيات بتاعت المديرين الصعبين دول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شيروه لو في حد منكم او من صحابكم بيعاني من المديرين دول، وبليز خش على اليوتيوب شانل اعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي احنا هنتكلم عليها. هنتكلم فيها على حاجات كتير، مش بس في فن الاداره، لكن في مهارات البيع وقياده الذات والذكاء الاجتماعي وحاجات كتير قوي. متشكر جدا.